مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم معانا وحلقه جديده وبرنامجكم مش بس كوره. مش بس كوره لكن روح رياضيه وادب واحترام وكل حاجه في الدنيا. يمكن الفتره الاخيره ظهرت ظاهره غريبه عننا في الملاعب، ظاهره الشغب. الشغب يمكن تواكب ظهوره مع تكوين روابط الالتراس، يقال ذلك، لكن طبعا هناك اسباب كثيره جدا. حصل في منطقتنا، منطقه القناه، يمكن اسوأ وابشع حدث بخصوص الشغب، مباراه الاهلي والمصري او المصري والاهلي الشهيره. ويمكن اتظلم كتير من اهل بورسعيد في هذه القضيه، وتجدد الموضوع ولكن خارج منطقه القناه في مباراه الاهلي والصفاقسي. يمكن بنبدأ نبحث، بنبدأ نقول يا ترى ايه الاسباب، مين السبب، مين اللي بيفتعل هذا الشغب، هل هناك حد بالفعل وراء هذا الشغب لإحداث بلبلة في البلاد. أبعاد كثيرة سنتناولها من خلال حلقتنا ومش بس كورة. هنلتقي أعزائي المشاهدين مع أخبار متفرقة ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، خبرنا الأول عن وزير الشباب والرياضة الجديد خالد عبد العزيز يرفض تأجيل انتخابات الأندية. كشف خالد عبد العزيز المكلف بإدارة وزارة الشباب والرياضة لبعض المقربين منه أنه لن يؤجل أو يلغي انتخابات الأندية بسبب ضيق الوقت. نقول بقى مش المكلف، نقول وزير الشباب والرياضة. الذمة المالية والثمان سنوات أبرز ملامح قانون الرياضة الجديد. تأتي أبرز المواد التي يتضمنها قانون الجديد الإبقاء على بند الثمان سنوات فيما يخص انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، فضلا عن مادة تتضمن ضرورة وجود إقرار الذمة المالية لكل عضو يترشح في الانتخابات. السلة يعدل نظام مسابقة دوري المناطق. قررت لجنة المسابقات باتحاد السلة تغيير نظام مسابقة دوري المناطق والمؤهل لدوري الدرجة الأولى على أن يكون مفتوحا لكل الفرق وليس أول البطولة فقط. اليد يحدد يومي 12 و 13 إبريل للمباريات المؤجلة لدوري المحترفين 96. حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 12 إبريل المقبل لإقامة المباريات المؤجلة بالجولة التاسعة للدور الثاني في دوري المحترفين مرتبط مواليد 96. رسميا دور الثمانية لكأس السلة 21 مارس. قررت لجنة المسابقات باتحاد السلة إقامة دور الثمانية في بطولة كأس مصر يوم 21 مارس المقبل. انطلاق البطولة الإفريقية للسلاح باستاد القاهرة. انطلقت البطولة الإفريقية للسلاح تحت 20 و17 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 5 مارس الجاري باستاد القاهرة في جميع الأسلحة. أسامة خليل إجراء انتخابات الأندية بموعدها حفاظا على هيبة الدولة. أكد الكابتن أسامة خليل مقرر لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد أن إجراء انتخابات الأندية في موعدها هو حفاظ على هيبة الدولة وإرساء القوانين الخاصة بالدولة وتفعيلها أيضا. اتحاد كرة القدم يسمح للاعبات بارتداء الحجاب أثناء المباريات. اللجنة البارالمبية تقرر مقاضاة وزارة الرياضة. قررت اللجنة البارالمبية مقاضاة وزارة الرياضة بسبب قرارها بحل المجلس وتعيين مجلس جديد. وقررت اللجنة البارالمبية المصرية إرسال خطاب للجنة البارالمبية الدولية لشكواها بدعوى التدخل
الحكومي. الأولمبية تطالب وزير الشباب والرياضة بإعادة تشكيل صندوق التمويل الأهلي. طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزير الشباب والرياضة ضرورة إعادة تشكيل صندوق التمويل الأهلي من أجل سرعة صرف الدعم المادي لدورتي الألعاب الإفريقية والألعاب الأولمبية للشباب. انتهت أخبارنا أعزائي المشاهدين، بنلتقي بموضوعنا الرئيسي عن الشغب ولكن بعد الفاصل. الشغب آفة الملاعب. يمكن ضيف ثقيل ظهر في ملاعبنا منذ سنوات بسيطة. البعض بيتساءل هل هناك علاقة ما بين الشغب وروابط الألتراس؟ هل هناك علاقة بين الشغب وبين الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير؟ هل لابد أن تكون هناك دراسة لسيكولوجية الشعب المصري؟ أسئلة كثيرة عن أسباب الشغب وكيفية علاجه خلال الفترة المقبلة نطرحها على ضيوفنا في حلقة اليوم على الهواء مباشرة. السيد مراد لاتونا، عضو مجلس إدارة النادي المصري سابقا ورئيس رابطة مشجعي النادي المصري. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الأستاذ أحمد أبو العنين، الصحفي والناقد الرياضي. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالمشاهدين مشاهدي قناة قنال. أنا عايز أسأل في البداية أستاذ مراد، الشغب دخل ملاعبنا إزاي بهذا الشكل الشرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سيدي الفاضل، بداية قبل ما أكون عضو مجلس إدارة وقبل ما أتواجد في أي مكان فأنا مشجع كروي من أبناء الدرجة الثالثة، وأحس تماما بمشاعر المشاهد الكروي لما بيحس بظلم أو بغبن. فكان بيحصل بعض المشاحنات داخل النادي، بنطلع بره النادي بننسى الكلام ده. الشغب زي ما سعادتك تكرمت وقلت هي ظاهرة بدأت مع الانفلات وليس الأمني، مع الانفلات الأخلاقي اللي بتعيشها المرحلة دي، وتصاعد هذا الانفلات نتيجة بعض التخبط في القيادات وتداخل القيادات مع بعضها. لجنة أولمبية تضرب في وزير الرياضة، وزير الرياضة يحاول ياخد حق الأندية، وتبقى المصالح الشخصية تفوق وتغطي على بعض المبادئ. وبناء عليه أنا شايف إن كلمة أولتراس وما تحملها من أي معاني وافدة من الخارج هذه ظاهرة مستوردة من الخارج، ويجب إبطالها تماما ونعود بها إلى روابط الأندية اللي تربينا احنا عليها وكنا أساسا بنمتثل لكبير. فالنهاردة سعادتك في هذه المرحلة ما بين ماضي لم يمت ومستقبل لم يولد. مرحلة احنا فيها دي ما بين ماضي لم يمت ومستقبل لم يولد. نحن في مرحلة مخاض، وهذا المخاض اللي بنعيش فيه النهاردة مرحلتنا هو اللي نتج عنه هذا الانفلات الأخلاقي. هنتكلم بالتفصيل، لكن الأستاذ أحمد أبو العنين بشكل سريع ومنشطات أسباب دخول هذا الشغب إلى ملاعبنا بهذا الشكل العنيف. أسباب الشغب أستاذ محمد هي مشترك فيها أكثر من عنصر. مشترك فيها
لاعبين وحكام وإداريين ومدربين، ويتفاعل معهم عن رد الفعل الجماهير المتواجدة نتيجة فوز أو هزيمة، جماهير لفريق منافس أو حتى مؤيد. عندما يتبع اللاعبين سلوك معين في الملعب أو نتيجة حكم يسير الجماهير أو لم يعطي فريق حقه، فينفعل الجماهير ويظهر الشغب. هي ظاهرة ليس بجديدة، هي ظاهرة قديمة، ظاهرة الشغب، ولكن كانت فيما قبل هي ظاهرة سب أو أقصى حاجة قصف وسب بسيط، تحولت بقى إلى أفعال عدوانية، إلى قتل، بل وقتل جماعي. يعني جماعي. عملية بقت بشعة جدا، موضوع الشغب في الملاعب بقت عملية جماعية. رغم ان العلاقة بين اللي انا قلت لحضرتك عليهم كلهم دولت هي علاقة وقتية لمدة 90 دقيقة، هي عمر المباراة يا استاذ محمد. يعني العلاقة ما بين الجماهير واللاعبين والحكام هي علاقة وقتية، ولكن كل ده مشترك فيها. عندما ينفعل مدرب خارج الخطوط فيسير جماهيره، او عندما يحكم حكم بما وما بيديش فريق حقه، فهنا برضو الجماهير بتسير. كل دي عوامل لأسباب الشغب يا أستاذ محمد. زي ما قلنا، والإعلام الرياضي اللي هو كتر في الفترة الأخيرة وزاد، وخاصة القنوات الرياضية المنفلت، الإعلام الرياضي المنفلت، الإعلام الرياضي المنفلت والقنوات الرياضية الخاصة اللي انتشرت مؤخرا عن طريق الشحن قبل المباراة. وهذا ما حدث في مباراة الأهلي والمصري التي حدث فيها ما رأيناه جميعا. هنتكلم بالتفصيل، لكن بعد ما نشوف مع بعض هذا التقرير عن الشغب في الملاعب وتاريخ الشغب في الملاعب مع الزميلة مروة. نشوف التقرير ثم نعود مرة تانية لضيوفنا. لا جدال في أن التعصب الرياضي هو من أبرز العيوب والأمراض التي تشوه الرياضة، وللأسف فقد انتشر التعصب الرياضي في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في معظم دول العالم ومنها بلادنا العربية. وتعد أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بورسعيد عقب انتهاء مباراة النادي المصري البورسعيدي والأهلي، والتي سقط فيها 73 قتيلا على الأقل وأكثر من 300 مصاب، من أكثر الحوادث المأساوية في تاريخ لعبة كرة القدم خلال الأعوام الأخيرة. لقد شهد تاريخ الرياضة العديد من الحوادث الكارثية، وخاصة في رياضة كرة القدم، ربما لأنها اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وربما يلعب عنصر الهمجية دورا صغيرا في تلك الحوادث، لأن أسباب أخرى تتدخل، منها صغر حجم الاستاد الذي شيد منذ عشرات السنوات ولم يعد يستوعب الأعداد الهائلة من المشجعين، وبالتالي يمكن لأي مباراة في أي استاد قديم أن تتحول لمأساة. ومن بين الأحداث التي وقعت على مر السنوات الماضية وسجل الكوارث في الملاعب ذاخر بالكثير منها، فعلى سبيل المثال للحصر ما حدث في 9 مارس عام 1946 حينما وقع شجار بين أعداد كبيرة من المتفرجين انتهى بمقتل 44 شخص وأصيب 500 بجراح متنوعة بين مباراة بين فريق ستوك ستيني ومضيفه بلوتن واندرز في ملعب بروندن براك. وفي 23 يوليو عام 1968 مقتل 71 معظمهم بحالات اختناق بسبب تدافع وإصابة 150 بجروح في بوينس آيرس بالأرجنتين في مباراة بين ريفر بيلنت وبوكا جونيورز. وفي 15 إبريل عام 1989 وقعت 95 حالة وفاة و175 مصاب خلال اقتحام الجماهير لملعب شيفيلد أثناء مباراته بين ليفربول ونوتنغهام فورست. وهناك الكثير من مثل هذه الكوارث التي وقعت على مستوى العالم، والتي كان آخرها المصاب الأليم الذي أصاب أبناء الشعب المصري يوم الأربعاء 2 فبراير عام 2012، والتي دمعت من أجله القلوب قبل العيون. إن الرياضة اليوم
إذا خلت من التعصب فلا شك أنها تكون ذات منفعة عظيمة للأمة والأوطان، فالرياضة متعة بريئة ترتقي بالنفوس وتسمو بها، ويجب أن تستغل لتصلح فيما بيننا. لا ننكر أن لكل منا انتمائه لنادي بلده ومساندته لفريق بلده، وهذا أمر طبيعي، لكننا أخوة قبل كل شيء، فلا يجوز الخصام أو الشجار من أجل مساندة ناد أو فريق. وبدلا من أن نتابع فريقنا ونشخص هفواته، نقوم بالبحث عن أخطاء الفريق الآخر والتصيد لها، وعلاج ذلك هو الروح الرياضية التي من المفترض أن تسود عالم الرياضة، وهو ما يطمح له الجميع في هذا العالم المليء بالفتن والمشاكل. أعزائي المشاهدين، يمكن في الفترة الأخيرة حصل خلط ما بين السياسة والرياضة، ولما لا، وقد حدث خلط أيضا ما بين السياسة والدين. سؤال بطرحه يمكن على الأستاذ مراد في البداية: هل استغلت بعض الجهات أو المنظمات الرياضة لإفساد الرياضة ولتنفيذ السياسة لإفساد الرياضة وتنفيذ أجندات معينة؟ هو بداية طبعا سيادتك وضعت صبعك على الجرح وأشرت بأن فترة قيام الثورة واللي حصل فيها كان بداية انفتاح للشباب بأنه يبدأ يدلو بدلوه ويقول رأيه ويحس أنه إنسان ذات قيمة في المجتمع اللي بيعيش فيه. بدأت جهات معينة من الفصائل اللي لها أغراض خاصة أنها تستوعب بعض الصبية من شباب الألتراس، وفي برضو، وهتكلم بصراحة شديدة لأن البرنامج ده برنامج فعلا أنا بعتز بيه، لأن احنا أول قناة محترمة في مصر تتكلم عن ظاهرة الشغب، وده مشهود لسعادتك وللقائمين على هذا البرنامج. اما نيجي النهارده نشوف مثلا الالتراس في اي مكان، نلاقي ان الجهات المسؤولة في البلد وصاحبة الكيان بدأت تعتمد اعتماد كلي وجزئي على بعض الناس اللي ممكن يحققوا لهم بعض المطالب. ونتكلم بصراحة الإخوان المسلمين عشان نبقى ايه واضحين ونتكلم بمنتهى الحب يعني. وموضوع خالد الشاطر والكلام اللي اتقال ده، خالد الشاطر والكلام ده، انا بقول ان فعلا في بعضهم تورط في هذا. ومعركة بورسعيد اللي تواجدوا فيها ناس من الألتراس أهلاوي هم اللي دخلوا في المدرج الغربي بتاع بورسعيد ونزلوا، لأن أبناء بورسعيد لما يكسبوا 3-0 الأجدى ان احنا ايه نحتفل بهذا الفوز العظيم. احنا مش بصدد التحدث عن واقعة معينة. الواقعة دي يعني قتلت بحثا واتكلمنا فيها حلقات وحلقات وخلافه، لكن في البداية يمكن أول ما وقعت هذه الواقعة المؤلمة علينا وعلى كل المصريين قيل إن لا ده بتوع الحزب الوطني اللي نفذوها. دلوقتي طبعا البعض بيقول لا ده مش عارف الإخوان اللي نفذوها. مش عارف برضو الأستاذ أحمد أبو العينين هل كله بيلقي أصابع الاتهام على الآخر، ولا يعني نقول الناس دي مظلومة، ولا كل واحد بيحاول يلبس التهمة للآخر، ولا إيه بالظبط؟ زي ما أنت قلت يا أستاذ محمد، كل بيلقي بالتهم على الآخر. ولكن هي تكوين مجموعات أو جماعات. على فكرة أنا عاوز أقول إن الأعمال التدميرية دي اللي بتظهر في الشغب لن يقوم بها فرد، ولو فرد لوحده هو فرد داخل جماعة، فهو بيحس انه هو مستخبي في وسط الجماعة رغم انه بيعمل عمل تدميري يعاقب عليه القانون، ولكن هو حتة الخوف عنده راحت لانه هو مستخبي وسط مجموعة. فالمجموعات دي كلها زي ما احنا قلنا متوظفة سياسيا ممكن، ولكن الاكثر يا استاذ محمد وهو مجالس ادارات الاندية التي يرأسها بعض رجال الاعمال. وهذا بقى يعني هو هنا المنطق الطبيعي يا استاذ محمد، ان راجل الاعمال رئيس النادي بيبدا يعمل مجموعات خاصه تسمى التراس او غير التراس. احنا عيبنا في مصر يا استاذ محمد
عندما يظهر شيء سلبي في البداية كلنا ما بنصدقش له، لما بيكبر وبيتوغل بنبدأ نبحث له عن حلول وعن علاج. وده اللي حصل مع ظاهرة الألتروس، اللي قعد في ناس في مصر بصراحة في الوسط الرياضي قعدوا يحاربوهم كتير في البداية ويقولوا هي يعني هذه فكرة الألتراس فكرة خطأ تدمر الرياضة ومستقبل الرياضة المصرية. فاحنا سيبنا الشيء الصغير السلبي ده لغاية ما كبر وتوغل، وبنبدأ النهاردة بعد سنوات من عمرنا أو من سنوات من وجوده إن احنا بنبحث عن حلول وعلاج. رؤساء الأندية، رجال الأعمال، أنا كنت أتمنى لولا الديمقراطية اللي احنا بنتغنى بيها وبنتناشد بيها كنت أتمنى لن يكون هناك انتخابات للأندية، يجب أن يكون التعيين. احنا جميعا أستاذ محمد نعلم أن الانتخابات لا تفرز الجيد أبدا، ولكن ربما تفرز صاحب المال وصاحب القدرة على التجميع. فده النهاردة لما يكون رئيس نادي راجل أعمال على مستوى مصر كلها أيا كان بيبدأ يعمل مجموعات صغيرة تدافع عنه طوال ال4 سنوات اللي هو عاملهم، يوظفهم بالطريقة اللي هو عاوزها. وده اللي حصل مع الألتراس والمجموعة الكبيرة اللي قالت إنها تبع سين أو تبع صاد. لكن الأمور كلها لازم في مجموعات بتتوظف سياسيا، ايا كان سياسيا لصالح الدولة او صالح المجموعة اللي موجودة او سياسيا لصالح السيد رئيس النادي. هو الاول اتقال لا ده الحزب الوطني، وبعدين اتقال ده الاخوان، وبعدين ناس قالوا لا ده حماس، في ناس من حماس دخلوا في وسطيهم. طبعا يعني مش عايزين ندخل في اختصاص القضاء والنيابة وخلافه، وهي اللي تحدد جهة الاتهام ايا كان مسار تحقيق ونترك هذا للقضاء هو من يقول في